نسمع عنها وننساها بسرعة، لكن في جرايم بتفضل محفورة في الذاكرة، مش بس لبشاعتها لأ، لأن تفاصيلها تخليك تقول إزاي ده حصل وإزاي إنسان ممكن يوصل لكده. تخيل معايا ست بسيطة كل الناس بتشهد لها بالخير وسمعتها زي الذهب وبيتها مفتوح دايما لأي حد محتاج، وفجأة البيت يتحول لمسرح جريمة بشعة جدا. والأصعب من كده إن الجاني ما كانش غريب، ده كان حد قريب منها جدا، عارف كل تفصيلة في حياتها. حكايتنا النهاردة عن ثقة اتحولت لكارثة، وعن لحظة ضعف كشفت أسوأ ما في النفس البشرية. صلوا على النبي وتعالوا نبدأ من الأول. في سنة من السنين في حي البستان في مركز السنبلاوين كانت عايشة ست اسمها سعاد، في أواخر الثلاثينات كده. ملامحها هادية جدا ووشها مريح وطيبة جدا، وأي حد يشوفها لازم يحبها. اتجوزت بدري وخلفت طفلين مي ويوسف، لكن حياتها ما استقرتش كتير لأن جوزها توفى بعد صراع كبير قوي مع المرض، وسابها لوحدها شايلة مسؤولية طفلين. في الوقت ده سعاد ما انهارتش، بالعكس شدت حيلها كده وشدت نفسها وبدأت تشتغل في أكتر من حاجة. كانت بتنزل من بدري وتلف على البيوت تشتغل شغل يوميات، وترجع آخر اليوم تعبانة، بس كانت راضية عشان خاطر ولادها. كانت بتحاول تعوضهم عن غياب الأب بالحب والاهتمام، إن كل اللي يعرف الولاد كان يقول إن هم متربيين أحسن تربية. مع السنين حالتها بدأت تتحسن شوية، وبدأت تشارك في أعمال الخير. الأول كانت بتدي فلوس من معاها حتى لو قليل قوي، وبعد كده بقت تجمع تبرعات من أهل الخير وتوصلهم للناس اللي محتاجة. اتعرفت باسم أم يوسف، الست اللي كان بابها مفتوح لأي حد محتاج أكل، مساعدة، أي حاجة كانت تعملها. ولأنها كانت أمينة جدا الجمعية الخيرية دي رشحتها تبقى مسؤولة عن توزيع المساعدات، وبقى معاها مفاتيح مخازن صغيرة وفلوس بتتحرك تحت ايديها علشان تشتري السلع وتجهز لكراتين رمضان. وكانت دايما تقول الفلوس دي أمانة لازم توصل لصحابها. الأيام عدت ومي كبرت وجالها عريس واتجوزت. يوسف كمان جات له فرصة سفر يشتغل برا مصر، وفضلت سعاد لوحدها في البيت الكبير اللي بقى فاضي عليها بعد ما وصلت كل واحد من ولادها لبر الأمان. في الوقت ده ظهر في حياتها محمود، شكله كان هادي وكلامه كده موزون. اتقدم لها عن طريق واحدة قريبة منها جدا. في الأول سعاد كانت رافضة، خايفة تدخل حد غريب في حياتها، لكن ولادها أقنعوها إن هي تتجوز، وقالوا لها أنت هتفضلي قاعدة لوحدك لحد إمتى؟ إحنا كل واحد فينا شاف حياته وشاف مستقبله، جه الوقت بقى إن أنت تعيشي حياتك أنت كمان. وقالوا لها إن هي لازم تعيش لنفسها شوية. المهم وافقت سعاد بشرط إن الجواز يتم في بيتها، وإن البيت يفضل مفتوح لولادها طول الوقت. محمود وافق طبعا ومن غير اي اعتراض، وبالفعل اتجوزوا وبدأت حياة جديدة. محمود في البداية بقى كان مثالي جدا زيادة عن اللزوم، بيصحى بدري ينزل شغله ويرجع شايل طلبات البيت، وكان بيهتم بسعاد وبيحسسها بالأمان اللي افتقدته سنين طويلة. وكان دايما يقول لها خلي فلوسك معاكي، أنا مسؤول عن كل حاجة. بمرور الوقت بقى محمود بدأ شغله يكبر في تجارة الخردة، وكان ليه شريك أو مساعد اسمه رمضان. رمضان ده كان بيجي البيت أحيانا وكان شايف بعينه طبيعة حياة سعاد، وشاف كمان إن في فلوس كتير بتيجي وتروح وتتحط في البيت بحكم شغل الجمعية يعني. من هنا بقى بدأت فكرة شيطانية تدخل في دماغه، فضل يراقب ويجمع معلومات من غير ما حد ما يحس. في يوم محمود راجع البيت وكان متضايق جدا، وقال إن في مشاكل في الشغل، والحقيقة المشاكل دي كانت بينه وبين رمضان. بعد فترة رمضان رجع يشتغل تاني مع محمود، وقبل شهر رمضان الكريم الشغل في الجمعية كان كتير جدا، وكان في ضغط كبير جدا على سعاد. وسعاد بقت بتخزن كميات كبيرة من السلع في أوض ولادها، وفي الأيام دي كان معاها مبلغ كبير جدا عشان تقدر تشتري بيه باقي الاحتياجات اللي هي عايزاها علشان توزع كراتين رمضان. في يوم من الأيام محمود قال لها إن هو هيسافر يزور أهله يومين كده، ويقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ويفطر معاهم، وسابها لوحدها. الليلة دي كانت هادية جدا، سعاد اتسحرت وصلت وقعدت تدعي شوية، وبعد كده دخلت تنام وهي مطمنة تماما. لكن في نفس الوقت كان شريك جوزها قاعد بقى عمال يفكر، الفرصة قدامه، البيت فاضي والفلوس موجودة وعارف كل حاجة عن البيت. استنى بقى لحد لما الدنيا سكتت تماما، وقبل الفجر نزل من بيته ومشى في الشوارع الضلمة لحد ما وصل لبيت سعاد. وقف شوية كده يتأكد إن مفيش حد شايفه، وبعد كده دخل من المنور وكسر شباك المنور ودخل البيت. مشى على أطراف صوابعه لحد أوضة النوم، وبدأ يفتح الدولاب ويدور على أي فلوس أو أي حاجة يقدر ياخدها، لكن صوت الحركة صحى سعاد.
فتحت عينيها لقت قدامها شخص واقف. في الأول ما كانتش مستوعبة هو مين، لكن أول ما ركزت عرفت إن هو رمضان. الخوف بقى سيطر عليها جدا وحاولت تصرخ، لكنه جري عليها على طول بسرعة وهددها بسلاح. سعاد من الرعب سكتت تماما. رمضان بدأ يكتفها بالبلاستر ويكمم بقها وهي عمالة بتبصله وعينيها مليانة خوف. سألها عن الفلوس فين فدلته عليها من غير أي مقاومة. في اللحظة دي كان ممكن ياخد الفلوس ويمشي، لكن الشيطان لعب في دماغه أكتر. لما فتح الدولاب لقى فيه شاكوش، راح واخد الشاكوش ومسكه وضربها ضربة قوية جدا على دماغها، خلاها تنزف وتفقد الوعي. وبرغم كل ده ما اكتفاش بس بسرقة الفلوس ولا الموبايلات، لا ده عمل جريمة أبشع من الجريمة اللي هو عملها. وهي مغمى عليها بقى اغتصبها في لحظة انعدم فيها الضمير. هو مش بس كده كمان، راح جايب الشاكوش تاني وقعد يضربها على دماغها لحد لما ماتت. خرج قبل الفجر وكأن ما عملش أي حاجة خالص. الصبح بقى لما طلع، واحدة صاحبة سعاد كانت عمالة تتصل بيها تليفونها ما بيردش. قلقت عليها، راحت بعت بنتها وقالت لها روحي خبطي وشوفي في ايه، انا قلبي واكلني عليها، دي قاعده لوحدها من امبارح ازاي ما بتردش على التليفون. بنتها راحت وقعدت تخبط على الباب كتير ومحدش رد. واحده من الجيران شافتها قالت لها انت عايزه مين؟ قالت لها انا عايزه طنط سعاد، من امبارح قلبين عليها الدنيا ما بتردش على التليفون خالص. الست دي كمان قلقت على سعاد جدا. قعدوا يخبطوا كتير وبرضه مفيش حد فتح، لحد ما الجيران كلهم اتلموا وقرروا بقى ان هم يكسروا الباب. وفعلا كسروا الباب ودخلوا، وكان مشهد صعب جدا ان اي حد يتخيله. الست كانت رمز للخير اتحولت لجثة بسبب الطمع وانعدام الإنسانية والضمير. طبعا على طول بلغوا البوليس. التحقيقات بقى كشفت كل حاجة. لحسن الحظ كان في كاميرات. الكاميرات دي جابت شخص دخل البيت في وقت متأخر وبعدين طلع قبل الفجر بشوية. وطبعا البوليس استدعى محمود وسأله إذا كان يعرف الشخص اللي موجود في الكاميرات ده. قال لهم اه طبعا أنا أعرفه، ده شريكي معايا في الشغل. وتم القبض عليه. في الأول طبعا أنكر اللي عمله ده كله، وبعد كده لما وروله الفيديوهات الموجودة فيها صورته اعترف بكل حاجة. وفي النهاية المحكمة حكمت عليه بالإعدام. القصة دي بتأكد لنا إن أخطر حاجة ممكن تهدد الإنسان مش الغريب لأ، لكن ممكن أقرب الناس اللي عارف تفاصيل حياتك، وإن الطمع ممكن يحول أي إنسان لوحش في لحظة. نصيحة مني، بلاش أدق تفاصيل حياتكم تقولوها للقريب قبل الغريب. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية في قصة جديدة، وسلام عليكم.